لأنهم عندهم خطة كبيرة أن يلقوا في روع الشعب المصري العادي. أنا مش بتكلم على اللي بيتفرجوا على قنوات دينية، وإنما هي تريد أن تلقي في روع الشعب المصري العادي، الجمهور اللي احنا شايفين، اللي فوجئنا أصلا بأن عندهم أفكارا خطيرة، أن تلقي في روعهم لأن دي ثقافة كامب ديفيد وثقافة معاهدة السلام من 30 سنة، أنهم يريدون أن يقولوا لمصر: أنتم والعرب لا تربطكم رابطة، مستقبلكم في الشرق الأوسط الجديد، مستقبلكم يا مصريون يا شعب مصر مع إسرائيل وأمريكا، مع المحور الجديد، مع الاتحاد الأورو متوسطي، مع الذين يحيطون بالبحر المتوسط من شماله وجنوبه. اسمعوا إلى البلد الفلانية تهاجمكم، اسمعوا إلى الشعب الفلاني يشتمكم. وفي نفس الوقت يبقى الإعلام المصري يدندن، المصري لا أقصد الحكومية بالذات، لأن الآن هناك حتى إعلام خاص تابع لأمريكا في بلاد العرب والمسلمين، وأنتم تعرفون قنوات محددة، إما مملوكة ملكية صريحة أو ملكية غير صريحة لمن لمن ينفذ البرنامج الأمريكي. فإذا هناك يهاجمون وهنا يقولون لا علاقة لنا بهم، فيحدث التفسخ، يحدث التفسخ، ويحدث الاقتناع الأزيد بأن مصر عليها أن تلقي بنفسها في أحضان عدوها، في أحضان الأمريكان والإسرائيليين. ثم تكون هذه مقدمة للعدوان العسكري، لضرب مصر، لضربها عسكريا بعد أن يتم عزلها، فحينئذ لا تجد من يغضب لها، بل ستكون النبرة: انظروا لقد فعلت مصر في نفسها وهي التي تستحق، وستكون هذه هي النبرة. نحن نفقه وننبه أن حرصنا على مصر تجعلنا نقول لهم إن هذه مقدمة لحرب عسكرية وشيكة ضد مصر أيضا. وأظن أن هذا فعلا يعني قد تبين، وقلت لكم ننتظر يعني لغاية ما غزة تركع تماما، ننتظر إلى أن يعني الانتظار لغاية ما يحصل إيه؟ إلى أن تركع غزة تماما، إلى أن ينتقلوا إلى الخطوة التالية، وهي ضرب مصر والهجوم عليها، وخصوصا أن على علم إسرائيل المزعومة حتى الآن أن نهر النيل من أرضهم، لدرجة أنهم لما جم يعملوا سفارة لهم في مصر، سفارة في مصر، صمموا أنها تكون غرب النيل وليست شرق النيل. صمموا، قالوا لا يمكن تبقى شرق النيل، ده شرق النيل دي إسرائيل طبيعي، يعني شرق النيل القاهرة والشرقية والإسماعيلية والبلاد منصورة وطنطا، دي شرق النيل كل ده تبعنا، إنما احنا لغاية غرب النيل. بعد كده بقى الحمد لله الفيوم والجيزة والكلام ده يعتبروا يعني نكتة، هيطمنوا كده. فصمموا، جابوا لهم سفارات في المعادي، رفضوا، وصمموا أن تكون السفارة في غرب النيل، لأنهم إسرائيل ترفض حتى الآن ترسيم الحدود. لغاية دلوقتي يقولوا لها: أنت يا أخت إسرائيل، أنت إن شاء الله حدودك منين لفين؟ فين خط الحدود؟ فين الخريطة الرسمية؟ تقول: لا، أنا لم أرسم حدودي. لا، دي حدود الأمر الواقع حاليا، إنما دي مش الحدود التي أعترف بأنها حدودي. ليه؟ طب ما ده في حد ذاته عدوان عليا كمصر، أنا بتكلم بقى مش كمسلمين وعرب، لا، كمصر. فهم مصممون على هذا، والخريطة من الفرات إلى النيل، والعلم عليه نهر النيل ونهر الفرات علمهم. فأنا أنتظر لغاية ما غزة تركع ويخشوا في الخطوة التالية اللي هي احتلال الحرب على مصر والعدوان عليها، ولا أنتظر لغاية ما الناس اللي هناك يموتوا من غير أكل وشرب يعني. فتكلمنا عن هذا وأظن تبين.